السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن مواجهة الفيضانات وكيفية التصرف أثناء حدوثها. قبل الفيضان يمكن اتباع الإرشادات التالية: 1. التأكد ما إذا كان مسكنكم يقع في منطقة الفيضان. 2. رفع الأغراض التي لا غنى عنها إلى الطوابق من أجل إبعادها عن الماء. 3. تأمين مخزون من ماء الشرب والغذاء. 4. قطع الغاز والكهرباء. 5. إغلاق الأبواب والنوافذ والمصاريع. 6. وضع المواد السامة والأغراض القابلة للتلف بعيدا عن الماء. 7. تخزين المستندات المهمة في مكان مرتفع. 8. الاطلاع على مستوى ارتفاع المياه عبر الراديو أو الإعلان العام. أما أثناء الفيضان فيمكن اتباع الإرشادات التالية. أثناء الفيضان: 1. التقيد بإرشادات فرق الخدمات الفنية وفرق الإغاثة. 2. التوجه إلى النقاط المرتفعة المحددة مسبقا كسطوح المنازل والتلال. النقطة الثالثة: الإشارة عن مكان تواجدكم من الطوابق وانتظار فرق الإغاثة أو أمر الإخلاء. 4. عدم العودة إلى مكان الكارثة قبل الحصول على تصريح بذلك. 5. تجنب السير في منطقة الفيضان وعدم الاقتراب منها، قد تضعف الهياكل وتنهار. 6. الاحتفاظ بالأوراق والأدوية الضرورية في حال دعت الحاجة إلى إخلاء المنازل. 7. تقديم المساعدة للأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. أما بعد الفيضان فيمكن اتباع الإرشادات التالية. 1. تهوية الغرفة في أقرب وقت ممكن. 2. تطهير السطوح والأغراض التي طالتها المياه. 3. التخلص من المواد التي بقت لفترة في الماء. 4. التجول بانتباه في الأماكن التي طالها الفيضان مسبقا. 5. التدفئة ما أن يصبح ذلك ممكنا. 6. عدم إعادة وصل الكهرباء إلا على مكان جاف وبعد التأكد من مهني. وفي الختام أعزائي، أوصيكم باتباع التعليمات التي يطلقها فرق الطوارئ وفرق الإغاثة. مع تحياتي، شكرا جزيلا لكم.